كشري. يا عيني يا عيني، جامد جدا جدا جدا. واول حاجه هنزل بطاسه فيها زيت كتير زي ما انتم شايفين، هستنى لحد اما الزيت يسخن. اول سر من اسرار الكشري، لازم البصل بتاعي يبقى ابيض. انزل بس مش هنزل بالكميه كلها، هنزل بنصها بعد كده هنزل بنص التاني زي ما انتم شايفين. وسر عشان يفضل البصل مقرمش ومحافظ على القرمشه بتاعته، انا دلوقتي بعد ما خرجت البصل حطيته في مصفى عشان يصفي الزيت اللي فيه، وبعد كده هطلعه على صينيه واسعه شويه، ولما احط الكميه التانيه احطها برده في المصفى تصفى وتبرد شويه، وبعد كده احطها في الصينيه تاني عشان الحراره بتخلي القرمشه بتاعه البصل تروح. دلوقتي هنزل بكميه البصل الباقيه معايا. وسر تاني في البصل، لازما وهو بيتقلي كده رش عليه شويه ملح، وكده يبقى انا خلصت البصل. سر برده من الاسرار الكشري، الزيت دوت انا مش هرميه، الزيت ده هيفضل معايا، فمهم جدا ان انت تتفرج على الحلقه دي للاخر عشان تعرف كل الاسرار بتاعت محل الكشري. دلوقتي هنبدا في الرز. اجيب حله واحطها على النار، وده الزيت بتاع البصل، وبعد كده هنزل عليه بالشعريه وهفضل اقلب فيه بقى لحد ما الشعريه تتحمر شويه. زي ما انتم شايفين كده الشعريه اتحمرت، انزل عليها برز مغسول، انزل عليه بعدس اصفر، بعد كده انزل عليها بميه سخنه. المستوى بتاع الميه ابقى شايف الرز، يعني على الرز بالظبط. بعد كده هنزل بالملح، احط عليها النار واسيبها لحد ما تستوي. ودي المكرونه سلقتها في ميه وملح عادي، وبعد ما استوت طلعتها وصفيتها. الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل احط شويه منه على المكرونه وهقلب بقى كله مع بعض. وكده يبقى انا خلصت المكرونه وهسيبها على جنب، ونبتدي نعمل في العدس. ده العدس حطيته في ميه وغليته لحد ما استوى. وفي سر اسرار محلات الكشري بيعملوه برده في العدس، وهحط عليه شويه زيت برده من بتاع البصل شويه صغيرين، اشغل عليه نار هاديه جدا وهفضل اقلب فيه كده. بعد ما قوته على النار شويه تاني احط عليه شويه كمون شويه ملح وهسيبه بقى على جنب لحد ما يبرد. تعالوا نعمل اهم حاجه في الكشري، هي الصلصه. واول حاجه هنحط الطاسه على النار، بعد كده هنحط الزيت بتاع البصل، وبعد كده هنزل بثوم مفروم، هنزل عليها بطماطم معصوره، بعد كده هنزل بتوابل، هكون كاتب كل التوابل دي تحت، وفي الاخر خالص هنزل بالملح. يبقى كده خلصت كمان الصلصه. ريحتها يا جماعه، يا لهوي بتجوع. دلوقتي انا هعمل الدقه. هجيب طبق فاضي وهحط ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه خل، ربع كوبايه ليمون، فصين توم مفرومين، احط توابل عباره عن كمون كزبره ناشفه. انا بصراحه بحب الدقه تبقى حراقه فاحط معاها شويه شطه. في الاخر خالص ربع معلقه ملح، وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. كده زي ما انتم شايفين ده شكل الدقه، وريحتها ايه مركزه بتضرب في النافوخ. كده يبقى كل حاجه جاهزه. اجيب الطبق احط المكونات معاكم كده. اول حاجه نزلت بيها المكرونه، بعد كده نزلت بالرز والشعريه والعدس. العدس اللي بجبه حطيته في الرز بعد ما استوى على فكره. ده البصل بص شكله بقى عامل ازاي. حمص ده انا كنت ناقعه من امبارح، وبعد كده حطيته في ميه سخنه وسلقته لحد ما استوى. نزل بالحمص زي ما انتم شايفين كده شكل الكشري في الاخر. ما فاضلش غير الصلصه، هننزل بقى بيها ايه على الكشري. يا عيني يا عيني. ودي الدقه برضو هحطها على الكشري. شوف 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 شوف، يا لهوي. بسم الله. جامد جدا جدا جدا، زي المحلات بتاعت الكشري بالظبط. والله يا جماعه طعمه خيال، نفسي والله تدوقوا معايا. انا تقريبا جمعت لكم كل الاسرار بتاعت الكشري في الفيديو دوت، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو لسه ما عملتليش فولو اعمل لي فولو، انا بنزل فيديو كل يوم. هكمل اكل انا بقى واسيبكم. سلام.